بكره باذن الله سفر محمد عبد المنعم الى نادي نيس الفرنسي لاجراء الكشف الطبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد على قناه السيد الاهلي. ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم على الفجار، ربنا ينصرهم يا رب نصرا معزرا يا رب. النهارده بحق يوم الجمعه انصر اخواتنا في غزه يا رب، يا رب انصر اخواتنا في غزه يا رب، وزيح الغم عن هذه الامه يا رب، زيح الغم عن هذه الامه. فما تنسوش الدعاء لاخواتكم في غزه النهارده الجمعه، يا رب انصرهم يا رب. محمد عبد المنعم يسافر غدا الى نيس الفرنسي لاجراء الكشف الطبي وتحويل الدفعه الاولى الى النادي الاهلي بعد انتهاء الصفقه على ما يقرب من 6 مليون دولار. بتقول لي يا عم انت بتقول 6 مليون دولار، ما كل الناس بتقول 4 ومش عارف بتقول كام. الصفقة يا حبيب قلبي 4 مليون و300 ألف يورو أو 4 مليون و400 ألف يورو، احسبها بالدولار توصل تقريبا 5 مليون إلا دولار، وعندك مليون يورو نص على أشياء تانية، فيعملوا المليون يورو يعمل مليون و100 ألف أظن، أو مليون و150 ألف، مليون و140 ألف، فتقريبا 6 مليون دولار صفقة محمد عبد المنعم. وبكرة يسافر اللاعب إلى نادي نيس الفرنسي لإجراء الكشف الطبي. عبد القادر يسافر بكرة لنادي قطر القطري برضه لإجراء الكشف الطبي وتحويل قيمة صفقة عبد القادر. والنادي الأهلي اللي احنا بنعمله في الناس مش هيتعمل علينا. هي انت مش هتعمل عليها كوبري اللاعب يروح هناك ويرجع على بيراميدز ولا الزمالك، ان اللاعب كان عايز يرجع على بيراميدز او عنده امال يرجع على بيراميدز، فالنادي الاهلي قال لك لا، تجدد سنه اضافيه، هو بقى في عقده سنه، زود جدد سنه وكده يرجع على النادي الاهلي بعد انتهاء الاعاره، اعاره لمده سنه لاحمد عبد القادر. متحدث الزمالك واستمرار التلقيح على الاهلي، يعني متحدث الزمالك ده حاجه غريبه قوي، يعني من اسباب حتى عدم تسويق مجلس اداره الزمالك الجديد، يعني مخلي شكله قدام جمهور الزمالك نفسه، شكل مجلس اداره الزمالك الجديد قدام الجمهور حاجه سيئه، يعني جمهور الزمالك مش راضي اصلا عن المجلس الجديد. سبب من الاسباب متحدث الزمالك ده، المفروض ان المتحدث يعني بيجمل شكل الاداره اللي بيتكلم باسمها، انما للاسف متحدث الزمالك بالعكس تماما مسوق سمعه مجلس الاداره بتاع الزمالك ده. يعني انت يا راجل في كارثه عندك، واحنا كجمهور الاهلي متعاطفين مع احمد فتوح. انت تطلع تتكلم حتى كلامك في الاول اضر باللاعب، تطلع تقول اصل الراجل الله يرحمه من الشرطه تقول انه ماشي برعونه. ماشي برعونه ايه يا عم؟ ده ماشي على رجله، ماشي برعونه ازاي؟ يعني حتى اذا كان في امل ان مثلا مين عن احمد فتوح ممكن يتوصلوا لدفع فديه اهل المتوفي الله يرحمه، كده انت تخليهم يعني يتضايقوا وتخليهم يعني ممكن يتمسكوا. واحد زي اللي هو المتحدث ده، وواحد زي اللي اسمه اسامه حسن، يا جماعه ده حاجه فشل. الناس بتتكلم، اسامه حسن يقول انا قلت لك ما تروحش شقه مش عارف ايه، وانا قلت لك وما تعملش ايه، وما تمشيش مع الزنار وما تمشيش مع صبحي، ايه الكلام ده؟ اضرته باللاعب، سيبوه في حاله. طيب سيبوه في حاله، ربنا يخرجه من الازمه اللي هو فيها، اذا يمكن يتوصل باتفاق مع اهل المتوفي او يعني ممكن يتنازلوا، لان الراجل مش قاصد، هو الموضوع قتل خطأ. انما انت متحدث تطلع تتكلم تقول الراجل بيمشي برعونه، وبعدين شويه تقول اصل في لعيبه من الاهلي بتعمل وبتسوي. يا عم انت خليك في مصيبتك، خليك في مصيبتك. ومجلس اداره الزمالك المفروض الراجل ده يمشي. الراجل قاعد كل خروجه وكلامه حتى برضه في الازمه بتاعت الانسحاب، انت انسحبت الاسباب، قول اسبابك، مالكش دعوه بغيرك، مالكش دعوه بالاهلي. فدي حاجه كارثه يا جماعه، والله كارثه. انا ما اعرفش يعني ايه الدماغ دي وايه التفكير ده، طالع تلقح على الاهلي وتلقح مش عارف على ايه. يا عم انت ده انت في كارثه، في مصيبه عندك، ركز. يعني احنا جمهور الاهلي كلنا بندعي لاحمد فتوح ان ربنا يخرجه من الازمه اللي هو فيها وخلاص. وبعدين في مساله الحوادث ممكن يوصل الناس اتفاق مع اهل المتوفي انه يدفعوا الديه او كده، والامور تتحل، لان خلاص المصيبه يعني وقعت. واذا كان يعني ممكن ان اهل المتوفي يعني يتنازلوا، ما انت كده يعني تثير غضبهم وتمسكهم. اضريت باللاعب ولا ما اضريتش باللاعب انت كده؟ نروح للموضوع الثاني او الثالث، ناشئ الاهلي او مش ناشئ الاهلي، هو مش ناشئين اصلا، مواليد 2003 و2005 مش ناشئين، ما شاء الله، يعني بدايه مبشره ليهم، اذا كان يوسف سيد عبد الحفيظ او محمد عبد الله او طعيمه او ابو الخير، ما شاء الله لعيبه مبشرين.
ولازم النادي الاهلي يشوف اللعيبه دي ازاي ممكن تشارك، مين اللي هيفضل معاه، مين اللي يطلعه اعاره، مين اللي يحركه عشان خاطر اللاعب يشارك، مين اللي يقدر يصفره بره، مين اللي يقدر يسوقه بره ويبيعه او يخرج كاعاره بره ياخد فتره تجربه. لانه لازم النادي الاهلي يتحمل مسؤوليه المنتخب. النادي الاهلي معلش يعني احنا الاهلاويه وانا واحد اهلاوي بقول لك اهو، المفروض ان النادي الاهلي من نفسه مش حد هيجبره او يفرض عليه، النادي الاهلي من نفسه يتحمل مسؤوليه المنتخب. يبقى انا المفروض النادي الاهلي المنتخب هيشارك في بطوله الاولمبيات اللي جايه بعد 4 سنين تقريبا، ما اعرفش 4 سنين ولا 5 سنين، يبقى خلاص انا هجهز فريق من عند انا النادي الاهلي، هجهز فريق او اجهز لعيبه هتخدم المنتخب ده وتقدر توصل لمراحل متقدمه في البطوله اللي جايه. نفس الكلام في بطوله الامم الافريقيه، نفس الكلام لكاس العالم، ان انا اجهز لعيبه، النادي الاهلي يجهز لعيبه، يحط خطه ويجهز لعيبه ازاي نرفع من وضع منتخبنا ونرجع عهد ابو تريكه وعهد احمد حسن وبركات والناس دي، ان الاهلي يشيل المنتخب. لان الاهلي كبير، يا نادي اهلي انت كبير، فانت لازم تشيل المنتخب، انت اللي تحط خطه. احنا مش هنعتمد على اتحاد كوره فاشل ولا منظومه فهلوه والكلام ده، لا احنا بنتكلم من النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي مسؤول انه يقوي المنتخب من تاني ويرجع للمنتخب المصري هيبته امام كل المنتخبات. يبقى المفروض النادي الاهلي هيحط خطه على مدار 5 سنين 6 سنين ازاي اطلع فريق يقدر يحصد بطولات زي الامم الافريقيه، يقدر يحصد ميداليه زي في الاولمبياد، يقدر يوصل لمراحل متقدمه في كاس العالم. ده لازم النادي الاهلي يحط ده في خططه يا كابتن محمود الخطيب. وده عبء على النادي الاهلي، بس النادي الاهلي كبير، والكبير هو اللي بيتحمل المسؤوليات الكبيره. تمام. مصطفى فتحي برضه هتكلم على صفقات الزمالك. مصطفى فتحي يا جماعه مش جاي الزمالك، مصطفى فتحي اللاعب عايز يحترف بره. وهتقول لي مش جاي الزمالك ليه؟ هو مش بيحب الزمالك مش عايز يجي الزمالك؟ لا بيحب الزمالك ونفسه يجي الزمالك، بس مش هياخد اللي بياخده في بيراميدز. اللاعب بياخد في بيراميدز بالدولار مليون دولار سنوي، يعني تقريبا 50 مليون جنيه. الزمالك هيقدر يدي مصطفى فتحي 50 مليون جنيه في السنه. نفس الكلام بينطبق على رمضان صبحي. رمضان صبحي تقريبا 40 او 45 مليون جنيه برضه بياخد بالدولار. الزمالك هيقدر يديه؟ طب ولو هيقدر هيدي اللاعب ده، طب وبقيه اللعيبه؟ يبقى بوظ اوضه اللبس عنده اللي هي اصلا بايظه. برضه اخر حاجه يعني عايز اقول لحضراتكم عليها، الكابتن محمود الخطيب موقف رائع وممتاز، وهو ده كابتن محمود الخطيب. تقابل مع اسره بنات الاهلي اللي توفوا في حادث ماتش الاتحاد في اسكندريه في برج العرب، الله يرحمهم، وقابل اهالي البنتين وكرمهم، ويعني في مقر، طبعا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. وده هو ده يعني اللي احنا عارفين، او هو ده المتوقع وهو ده المؤكد من الكابتن محمود الخطيب يعمله. طب يطلع بعض السفله اللي يهاجموا مثلا محمود الخطيب ولا بتاع ويقول لك اصله بيمثل ولا مش عارف ايه، مثل زيه، بس كلمه ونص، مثل زيه، واوعى تبعتها له. سلام.